اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل الطبق القمر ده. هنعمل الأجنحة المقرمشة والرز البسمتي، طبق خطير. بنروح نطلبه في المحلات وبندفع فيه قد كده، وعلى ايه نعمله في بيتنا انضف واوفر وكل حاجة، وهيعجبكم اوي كمان. شايفين الفراخ مقرمشة جدا والرز مفلفل وجميل ولونه حلو. يلا بينا نشوف المقادير. عندي هنا نص كيلو من الأجنحة. انا هنا فاصلة الجنح على الحتة اللي بتبقى فيه دي، اسمهم 2 يعني، ومشرحهم كده بالسكينة. وعندي هنا البهارات، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح وبابريكا وبهارات فراخ وبصل وتوم بودرة و11 بهار من كنور وبيكنج باودر ومكعب مرقة وفلفل اسود. وعندي هنا كوباية ونص من الدقيق ونص كوباية من النشا وكوباية من المية. هنخلط المواد الجافة كلها على بعض. طبعا المقادير دي لنص كيلو من الأجنحة. لو هتعملي كيلو او فرخة بقى او كده هتضاعفي الكمية. ممكن تعمليها بالأجنحة بالدبابيس، بفرخة كاملة بس تقطعها قطع صغيرة عشان تستوي معاكي كويس. هنخلط كل المكونات كده مع بعض كويس، وهنجيب بولة تانية نقسم فيها نص المقدار المواد الجافة دي، عشان احنا هنا النص هنركنه على جنب زي ما هو، والنص التاني هنخلط عليه مية. انا عن نفسي بحب احط مية بس، ممكن تحطي بيضة مع المية، ممكن تحطي علبة زبادي، بس انا عن نفسي بحبها كده تمام قوي، يعني كده الوصفة معايا حلوة قوي. جربوها والله ومش هتندموا خالص، هتعملوها على طول، والاطفال بيحبوها جدا جدا والكبار طبعا. هنركن بقى الجزء التاني ده على جنب، ونجيب الجزء ده ونحط عليه مية. هننزل المية بالتدريج عشان احنا عايزين القوام زي البانكيك كده، اخف من الكيكة بشوية. فهننزل بالمية واحدة واحدة، تحطي شوية وقلبي لغاية ما توصلي للقوام اللي انت هتشوفيه. هنقلب كويس عشان ما يبقاش في اي تكتلات. وطبعا يا جماعة الأجنحة دي انا كنت غسلها كويس جدا ونقعاها. بنقعها في ايه؟ في مية وخل وملح وليمون. نقلب كويس. شايفين القوام بقى ناعم خالص معانا، مفيهوش اي تكتلات، وقوامه حلو قوي. يعني بصوا انا كده خدت نص كوبايه من المية بس. شايفين القوام كده تمام قوي، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، عشان يثبت معانا. هنزل بقى بالاجنحه، نقلبها كويس في الخليط عشان يخش من جواها كويس وتتشرب التتبيله. قلبي كويس قوي كده تمام. كده هندخلها التلاجة بقى لمدة 3 أو 4 ساعات. يلا بينا نعمل الرز. عندي كوبايتين من الرز البسمتي، انا غسلته ونقعته نص ساعة وصفيته. بصلاية متقطعة، جزراية مبشورة، وعندي هنا نص معلقة صغيرة من الكركم والملح ومكعب مرقة، وربع معلقة صغيرة من الكاري. تعالوا بينا بقى نعمله. انا جبت حلة وحطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، نزلت بالبصل بشوحه كده لغاية ما يدبل حاجة بسيطة كده. دبل معانا، هنزل عليه بالجزرة وخليها تتشوح برضو، تدبل شوية مع البصل.
كده خلاص دبلو باين. هننزل بقى بالتوابل. انا بحب احط التوابل يا جماعه اشوحها مع البصل على طول، سواء في طبيخ مثلا، في زي الطاجن، المكرونه مثلا، اي حاجه، محشي، اي حاجه بحب احط عليها التوابل الاول واشوحها مع البصل كده لغايه اما ريحتها تطلع، بتفرق قوي والله. بعد كده هنزل بالرز المغسول ومنقوع نص ساعه. انا يا جماعه بحط للرز البسمتي لكل كوبايه رز بحط لها كوبايه ونص من الميه، مش كوبايتين. هنشوحه كويس بقى. هنا عندي الفراخ هحطها في الدقيق كده، بقلبها مش بضغط عليها زي البانيه، بقلبها بس عشان الدقيق تديني شكل التجزيعات اللي بتبقى فيها دي. انا سايبه طبعا الرز بيتشوح. بصوا يا دوب بقلب ما بضغطش خالص. كده انا خلصت كل الكميه معايا. هنا انا زودت الرز. طبعا انا كنت سايبه الميه بتغلي على النار، انا معايره الميه في البراد اصلا، يعني انا حاطه الكوبايتين 3 كوبايات من الميه كده. واتشرب معانا هنوطي عليه بقى خالص. شايفين اللون يا جماعه شكله حلو قوي. شايفين اللون حلو قوي كده. هو استوى معانا بس هنسيبه يتشرب شويه كمان. شايفين لونه خطير ومفلفل وبصوا قمر كده قمر. شوفوا الوصفه وقوموا اعملوها على طول. كده تمام. كده انا حطيت الطاسه على النار وخليت الزيت قدح كويس، وانزل فيه بالفراخ او الاجنحه. واول ما حطيت الاجنحه كده ههدي النار بقى الوسط، ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، عشان الفراخ تستوي معانا كويس وما تاخدش لون بسرعه وتتحرق من غير ما تستوي. وما تحطيش، حاولي ما تحطيش كميه كبيره، ما تمليش الطاسه يعني عشان تستوي براحتها. هغطيها بقى عشان تستوي. شايفين اللون حلو قوي. هقلب بقى. شايفين التجزيعات اللي فيها دي بقى، عشان كده كنت بقول لكم ما تضغطوش عليها وانتوا بتحطوها في الدقيق عشان تدينا نفس شكل بره بالظبط. برضو انا مهديه النار على الوسط. شايفين اللون حلو قوي يا جماعه. هطلعهم في مصفى عشان تصفي كل الزيت اللي فيها لو شاربه زيت او حاجه، عشان طبعا دي مقليه في زيت يعني. بلاش تحطيها على المناديل بتاعه المطبخ عشان ما تطريهاش. كده هنزل بالجزء التاني. برضو درجة الحرارة على وسط ونغطيها عشان تستوي كويس. كده خدت لون. هنقلب. طبق سهل ولذيذ والاطفال بيحبوه جدا جدا، وزي ما قلتلكوا برضو الكبار. حلوة قوي. كده خلاص طلعت معانا بالقمر والجمال ده. شايفين الشكل واللون. وطبعا اللي هيشوفها مش هيفكر ان هي اجنحة خالص. يلا بينا بقى نغرف الرز. شايفين لونه يا جماعه ومفلفل وتحفه، اظن باين كل حاجه. انا هحطه في القالب ده عشان حابه ان انا اعمل فيه شكل. طبعا العيال بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وياريت تشتركوا في القناه
وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين الجمال والحلاوة؟ ايه رأيكم؟ شوف الفيديو وقومي اعمليه على طول، اطفالك هيفرحوا بيه جدا وجوزك برضه متقلقيش. شكله حلو قوي قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.